هذه التحية للنجم محمد أبو تريكة، كل سنة وأنت طيب يا محمد. إلى الدكتور عمرو، وسؤالي لحضرتك، دوري المحترفين قبل لماذا بس معطل؟ السؤال انا عايز افكر لعيبه مصر كلها في ماتش الاهلي وانبي. كان ابو تريكه واقف بيسخن مع الشباب الصغير، أيوه. ومجرد ما جده جاب جون التعادل شوفوا الابتسامه والفرحه والحب اللي ناديه، وشوفوا التواضع وهو مع زمايله الصغيرين وهو بيسخن وهو بالظبط. نجم النجوم. ما قلبش وشه، ما تعاملش بنفسنا في ان هو قاعد احتياطي او بيسخن من ورا الجون. هو ده نموذج للاعب المحترف، اللاعب اللي عارف امكانياته، بيحترم ناديه وبيحترم نفسه وبيحترم زمايله. ما عمل كده زي صالح أمين؟ لا طبعا ده سلوك مرفوض. هو بيقول انه كان يبصق على بيتف على الحظ. الحظ. حاجة طب ده سيئة الحظ جدا. خدمه. ده حاجة سيئة جدا جدا جدا. لا مش اللي بيتف تصرف. على الحظ ما بيتفش في الهواء يمكن بيتف تحت رجله. مخرجنا خالد مخلص بيجيب لك لحظة الهدف وهو لا بص، بيبتسم. هو وزمايله الصغيرين، بص الرضا القدوة خارج الملعب أهم من طبعا الأداء نفسه. وده اللي احنا أقول لك على انت قصة. بتكلمني على الاحتراف، ده بدايه الاحتراف. اقول لكم على قصة اتفضل. على ابو تريكة. بس في قصص كتير، انا بس اختار يبقى بيننا قصة. وبينك عشان ما حدش يعرف يعني. لا انا اقول لكم قصة بسيطة جدا. اتفضل. كان محمد ابو تريكة كان هيروح الزمالك، كان على اعتاب نادي الزمالك. وكان اللي دخل في مسألة انتقال الاهلي طاهر ابو زيد. طاهر ابو زيد طول عمره ما يتدخلش في انتقال لعيب جدا للنادي الاهلي غير 2 لعيبه، محمد ابو تريكه ومحمد فضل، فقط لا غير، لقناعاته الشخصيه. فكانت المشكله ابو تريكه الزمالك كان ضاغط عليه وهو في الترسانه، وهو نفسه يلعب في الاهلي، فكان بيعدي على طاهر في مكتبه الخاص على طول، لدرجه ان طاهر عمل ازمه كبيره في لجنه الكوره لما طلبوا شرايط ابو تريكه مع الترسانه. قال لهم عيب ما يبقى لعيب في الترسانه وفي منتخب مصر، وكان الكابتن انور سلامه ضمه شويه. تمام. وتقولوا عليه وهو صغير منتخبات برضه، يعني حتى في الناشئين وتاخدوه في منتخبات. كذا. وده يعني كانت المفاجاه بعد كده لما راح ابو تريكه النادي الاهلي، وتغير طبعا اسلوب التدريب والنظام الغذائي والنوم والراحه، وبزغ نجوميته بالشكل ده. في قصه ثانيه اكثر اهميه، بس دي كانت في غانا، في كاس الامم الافريقيه في غانا 2008، وهو ادلى فيها دلو واحد مسؤول كبير، يعني اتصرف فيها بحكمه بالغه. هقول منها جزء لان فيها جزء سياسي مش هكمله، يعني اللي هو ايه، لما عمل فانيلا تضامنا مع غزه. مع غزه، حاول البعض يستخدم ابو تريكه في اعلان سياسي، رفض بشنم واباء وقال كلمه مهمه جدا: انا بتعاطف مع الشعب الفلسطيني، انما ماليش علاقه باي تيارات سياسيه. فكان رده كان مهم قوي في الفتره دي. جميل. دوري المحترفين دكتور عمرو لماذا هو معطل حتى الآن؟ احنا تصنيفنا ال11 على العالم، كنا التاسع على العالم. احنا ابطال افريقيا 7 مرات، منهم 3 مرات متواليه، واحنا لحد الان احنا ابطال افريقيا. وللاسف دول كتير في افريقيا واسيا سبقونا لدوري المحترفين. انا اعتقد ان العطله جايه من اتحاد الكره لاهداف هم لوحدهم يعلموها. ليه دايما بستنى الديدلاين؟ بس أنت مهدد. انا مهدد. انت عارف الاهلي لو كان كسب البطوله، لو كان كسب الترجي وكسب مازيمبي، ما كانش هيروح بطوله العالم في ابو ظبي. فهم لا يعنيهم التهديد. ودايما يعني ايه انا دوري محترفين احوله للمهندس هاني بريده؟ يعني ايه؟ طب ما هو يعني انا مش محتاج ان انا كل فايل اروح مديه لعضو مجلس اداره عشان يدرسه. احنا دوري المحترفين واضح للوسط الرياضي ان لازم في ضغطه في مجلس الشعب ان يتغير قانون الرياضه، قانون الهيئات اللي هو من عمر الفنانه يسرى اللي بقاله 33 سنه. تمام؟ يبقى القانون اللي سنه 77 ده لازم يتغير. يبقى بدايه الشهر الجاي قانون الرياضه. يبقى ذنب اتحاد الكوره ايه بقى؟ ثواني. اتحاد الكوره هو جهه قويه جدا استاذ جمال، وكل الكونكشنز بتاعته مع الساده المسؤولين، وعمرهم ما قالوا للساده المسؤولين ان في الارم خلي بالكم انا عندي تهديد، لان ما فيش مسؤول في مصر مش هيهتم ان مصر ما تعاقبش. ده قرار سيادي. لا خليني اقول لك حاجه، انا بقول دوري المحترفين قرار سيادي. قرار سيادي يعني انك بتغير قوانين لوائح وقوانين في دوله. ده قرار سيادي، لان احنا الكوره عندنا
طول وقتها يعني طول عمرنا بنخلط في الكوره بين عواطف الناس وعلاجهم وسياستهم وحياتهم وبتاع. فهي الكوره ما هو متقدم في مجلس الشعب. مجلس الشعب لو وافق، اصل انت هتنسف استاذ جمال، هيوافق في الدوره الجديده. انا اللي متقدم في مجلس الشعب مشروع قانون بقاله 5 سنين، يعني القانون الجديد اللي اتقدم من مجلس الشعب بقى قديم، لان في متغيرات كتيره حصلت من 2005. احنا دلوقتي في 2010. المشروع ده اتقدم في اواخر 2005. انت كرئيس نادي كرئيس نادي يعني ممكن تقول لها تجربه، يعني كيف يصبح ناديك نادي محترف؟ ما هو انا لازم عشان يصبح نادي محترف لازم القانون يتغير، لان انا جهه لا تهدف للربح. مش مطلوب مني ان انا لابد ان يتحول، لازم اتحول لجهه تهدف للربح. انا لما اجي عايز اعمل اي مشروع تجاري جوه النادي، المحافظه بترفض، من قطاع عام الاستثمار بترفض. انت جهه مش فاذا القانون قانون يسرى لازم يتغير. الحاجه الثانيه، قول لي اتحاد الكره ايه المشروع اللي قدمه للمجلس القومي للرياضه او لمجلس الشعب، ومجلس الشعب معطره او الجهه السياديه، والمجلس القومي مش متاخر على فكره. هم ما قدموش حاجه بالظبط، يعني هم لحد الان ما قدموش حاجه. احنا لسه بنتكلم في الاحتراف، وانت ما عندكش ولا واحد محترف في اللعبه جوه المنظومه. حتى اللاعب مش محترف، لانه ما يعتبرش لاعب محترف. لازم اتحاد الكره يبقى محترف. طيب احنا هنعمل ده ازاي؟ اصل انت بتقول اتحاد الكره مسؤول. انا شايف ان اتحاد الكره مش مسؤول خالص. اتحاد الكوره جزء من الفوضى الموجوده، الفوضى العامه. انت عايز تحول نفسك من نظام اشتراكي لنظام راسمالي، ليك آلية لازم تعملها. تمام. لان ده تغيير نظم بتاعت اوطان. انت بتغير من نظام اشتراكي اهلي، لان انت عارف ان الناس نادي اهلي بيخضع لواحد اثنين ثلاثه اربعه، ما يقدرش زي ما انت بتقول فجاه تلاقي المحافظ عندك وازاي عملت والجهاز المركزي والدربوكه دي. ده نظام، يعني انا شايف انه قرار سيادي هيتفرض علينا مش بمزاجنا، هيتفرض علينا. وفي الدوره البرلمانيه اللي جايه على فكره، هل انت شايف كراجل رئيس نادي ورئيس نادي كبير، هل انت شايف ان احنا هنقدر نبقى محترفين؟ عندنا ثقافه الاحتراف؟ نمره واحد. نمره اثنين، انا شايف ان كره القدم هذه اللعبه المغامره راحه في سكه الكساد. يعني انا شايف الارقام انت قلت يا استاذ جمال كره احنا داخلين في عصر كساد الكره. انت قلتها امبارح. دي كساد، في حاله كساد كره هتحصل بالارقام اللي هي ايه، ما بتخضعش المعايير. ربما الاحتراف يعدل البوصله دي كلها ويخلي عندنا معايير شويه. احنا ما عندناش معايير. فجاه تلاقي لعيب بقى السنه بتاعته ب5 مليون، ما تعرفش ليه ب5 ومش ليه ب6 ومش ليه ب1، ما تبقاش عارف. فجاه تلاقي لعيب يقول لك عايز طرديه. يعني ايه طرديه؟ يعني واحد كاتب معاك عقد انه هيلعب 4 سنين مثلا ب100,000 جنيه، فجاه بعد شويه كده يلاقي واحد تاني خد اكتر يقول لك لا انا اتظلمت لما تعاقدت معاك من 2 انا عايز طرديه. والانديه بتطلق. الانديه انا ازعم انها مش هتقدر تكمل صح بالسياسات دي، ويحصل كساد ورده وتراجع كبير جدا في لعبه كره القدم، لانها لعبه ما بتوفيش الاغراض. واحنا اللي بنشوفه الاهانه اللي يتعرض لها الزمالك النهارده، اهانه بالغه. النادي 100 سنه كوره او 100 سنه انشطه زي نادي الزمالك، طول الوقت عمال بيقول ايه المثل الشعر اللي عاملينه، ساعد ادي ايدك ناديك بيناديك نادينا بينادينا. يعني ما وصلتش خالص ان احنا الانديه تشحت او بهذا تتسول كمان. وعشان خاطر ايه؟ وعشان عقد فتح الله، وعشان عقد مش عارف ال سعيد، مش مثلا من اجل استاد جديد. يعني ممكن انا ارفع شعار اقول من اجل استاد الزمالك الجديد. انت عارف حضرتك ان في الاحتراف انما بنقول فتح الله في الاحتراف كل سنه النادي لازم ياخد رخصه من اتحاد الكره. ايوه. ان هو بيقدم ميزانيته، بيقول لي انا ميزانيتي سي 10 مليون جنيه. تمام. وهشتري 1 2 3 4. مش هياخد النادي اللي مش هيقدم ميزانيه ويلتزم بيها، هو مش هياخد رخصه. بالظبط. يعني ما ينفعش انا ميزانيتي 10 مليون جنيه وهجيب زي ما بيحصل بجيب لعيبه ب 50 60 مليون جنيه ودايما احنا في مشاكل بديلهم جزء ومع بعضينا نقضيها مع بعضينا. فحضرتك بتقوله ده هو ده اللي هيقاوم الموضوع. احنا مش هنقدر دلوقتي، ولكن احنا مجبرين.
انت لازم تشارك. طب خليني اتفق معاكم ان الموضوع بجد خطير واصبح على شفا حفره من العقوبات التي توقع على الانديه المصريه، وانا بتفق مع الدكتور عمرو ان هناك تقصير، ولكن بتفق مع الاستاذ جمال ان لابد من ان يصدر القانون المنظم من قبل مجلس الشعب والمقدم في من نقطه قبل. يا استاذ عبد الناصر، انا في النادي بتاعي انا عندي مشكله في قطاع الكاراتيه، والمدير الاداري ما وصليش ان انا عندي مصيبه في الاداره، انا هعرف منين؟ بالظبط. اتحاد الكره كان لازم يبعت الفايل للمجلس القومي للرياضه والمجلس الشعب ولكل الساده المسؤولين، ما هم بيقابلوا الساده المسؤولين اكتر من الساده المسؤولين. ما الاهلي عنده المشكله دي، هو مش الاهلي مقدم في المجلس القومي بقاله 5 سنين. جم بعد 3 ايام قالوا احنا ما عملناش كده، النادي الاهلي قال انا ما عملتش كده. الاهلي بقاله 5 سنين عايز يعمل شركه مساهمه بقاله 5 سنين وسموحه، بس هيعملها ومصر المقصه اعلن